حبايبي وحشتوني جدا جدا جدا، يعني مش قادره اقول لكم وحشتوني ازاي. انا بصور الفيديو عشان اسلم عليكم واطمنكم عليا واقول لكم انا قد ايه، يعني الفتره اللي فاتت دي كنت مشغوله وعشان كده مش عارفه اصور. طبعا الفراخ واللحمه غاليين. النهارده هنعمل مكرونه عادي بالصلصه كده وبيض مدحرج، وهنقضيها كده وهنعمل غدا بسيط من غير ولا فراخ ولا لحمه، ونتكلم مع بعض شويه. هقولك على الطريقه اللي بعمل بيها المكرونه الاسباجيتي، وبصراحه بتطلع تحفه وسهله جدا. يعني انا راجعه متاخره وحضرت الاكل تقريبا في ربع ساعه. يلا كده بقى نسمي الله واقول لكم انا بعملها ازاي. طبعا بنسلق المكرونه عادي جدا. اول ما الميه بتغلي بحط عليها رشه من الملح للبنات الصغيرين اللي بيشوفوني، وبنزل عليهم بكيس المكرونه او كميه المكرونه اللي حابه تعمليها لعدد اسرتك. وبعدين ببتدي اشيل المكرونه كده على نار تانية، وبسلق البيض برضو على عين تانية. انا بعمل كله كده في وقت واحد، 10 دقايق ببقى خارجه من المطبخ. بحط كده معلقتين كبار كده زيت في الطاسه او في الحله اللي هتعملي فيها الصلصه. لو عندك طماطم تمام شغال، ما عندكيش انا عندي صلصه جاهزه وهستخدمها. اول ما الطماطم بتاعتك تبتدي تاخد لون، هننزل عليها كده بمعلقتين 3 من معجون الطماطم. وما تنسيش طبعا طالما حطينا الصلصه لازم نحط عليها رشه من السكر. بصوا بقى، انا كنت الفتره اللي فاتت دي مشغوله، كنت تعبانه وما برتاحش، فبتعب كتير، يعني تحسي ان انا ما بلحقش اخف. وبعدين التليفون بتاعي ضاع، وبكل الفيديوهات بكل حاجه عليه، بكل حاجه كنت مسجلاها ومستنيه انزلها في مواعيد، كل حاجه اتمسحت. وطبعا عشان اجيب تليفون جديد قعدت كده كام يوم كنت بحاول اجيب تليفوني القديم. هنا حطيت مغرفتين كده من ميه سليق المكرونه على الصلصه بتاعتنا. انا الصلصه بتاعت المكرونه مش بضيف لها اي توابل كتير، انا بضيف لها ملح وفلفل اسود ورشه من الزعتر. حابه تحطي لها مكعب مرقه حطي، مش حابه ما تحطيش. انا ما كانش عندي وما حطيتش، يعني استكفيت برشه السكر عشان الصلصه، وكمان رشه الملح ورشه كده من الفلفل الاسود ورشه من الزعتر بيخلي ريحه الصلصه تحفه. انا مش هضيف لها شطه خالص عشان عندي عيالي صغيرين مش بيحبوا الشطه. هعمل شطه كده زي بتاعه الكشري، معلقه زيت كده احط عليها معلقه شطه حمراء ونص طماطمايه على قرن فلفل حامي، وكمان شويه كده من الصلصه وبتغلي. ومش قادره اقول لكم الشطه دي عظمه، هي اللي محليه الاكل كله. انزلي بقى بالمكرونه كده بعد ما تصفيها على طول على الصلصه، وبصي بقى 10 دقايق احلى غدا كان جاهز. وكمان سيحي كده مكعب زبده او معلقه سمنه لو عندك. والبيض المسلوق بعد ما تقشريه دحرجيه بقى كده في الزبده او في السمنه، بيديكي طعم ولون حلو قوي للبيض. المهم قعدت كام يوم كده عبال ما احاول ان انا اجيب التليفون ومعرفتش اجيبه. وجبت طبعا عدة جديدة وكل حاجة كانت ضايعة من عليها، واخدت وقت عبال ما نزلت حاجتي لاني نسيت الباسورد. وابتديت بقى ارجع تاني اصور معاكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير كده وكومنتات كتير، عايزين الفيديوهات توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وان شاء الله الفترة اللي جاية اعمل لكم فيديوهات حلوة كتير، وعملت كده كام فيديو وهبتدي انزل معاكم. لو انت اول مرة تشوفيني، انا اسمي شيماء، ولو مش مشتركة في قناتي انا هستناكي تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. شايفين الشطة بقى مع المكرونة حاجة عظمة. كل واحد ياخد طبق كده من المكرونة مع البضاية بتاعته، وكمان لو شوية سلطة خضرة بقى، مش قادرة اقول لكم على الجمال. السلطة الخضرة بتتقطع اهي. بألف هنا وشفا مقدما كده لكل اللي هيجربوها. لو بتعملي المكرونة بطريقة تانية هستنى رأيك في التعليقات، وجربي الطريقة دي. ورشة الزعتر بتفرق جدا في طعم الصوص بتاع المكرونة. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوناش بقى في اللايك، وباي باي.